بص يا صديقي بقى، فيلمنا النهارده بيتكلم عن بنت جميله جدا جوزها بيموت، ورغم ان هم كانوا اغنياء لكنها قررت علشان تبقى على مستوى الغنى ده ان هي تعمل علاقه مع اصحابه كلهم، وان هي تكسب منهم على قد ما تقدر. لكن اللي بيحصل عكس كل التوقعات. فتعالوا بينا مع بعضنا نشوف ايه حكايه الفيلم ده. لكن طبعا يا صديقي قبل ما نبدا فيلمنا ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو واشتراك ليا في القناه، ويلا بينا نبدا الفيلم بتاعنا. وفيلمنا بيبدأ مع لورا، بنت جميلة كده، وبيجي لها تليفون بالليل إن للأسف جوزك عمل حادثة، وهي والمحامي بتاع جوزها اللي هناك اللي كان مقضيها مع النسوان بالليل. المهم بقى صاحبتنا بتروح مع المحامي وضابط الشرطة هناك، وبتدخل المشرحة اللي هناك، وبالفعل بتتعرف على جثة جوزها اللي بيموت. صاحبتنا كانت واخدة الصدمة في عمرها، الصدمة مش إن جوزها مات، الصدمة من إن حياتها الاجتماعية دلوقتي هتنزل لتحت الصفر، وهتعمل إيه مع ابنها الصغير اللي روحت البيت عمالة تفكر في مستقبلها. المهم بقى بنلاحظ ان اصحاب جوزها اصلا وهم في العزا كلهم كان عينيهم على حاجات كده ما ينفعش ان هم عينيهم عليها، لان هي بنت جميله ولسه كده شبابها، والكل بالفعل كان نفسه عليها. المهم ده بقى محامي جوزها اللي هو ماسك الشركات بتاعتها، وبيضحك معاها وبيهزر معاها رغم ان ده كان عزا جوزها يعني. وبتروح له بقى المكتب هناك وبيقول لها ان للاسف جوزي كان عليه مديونيه كبيره جدا، وان هي لو ما سددتش المديونيه ديت ايه اللي هيحصل؟ البنك هيحجز على كل ممتلكاتها. فبتروح هناك البيت وبتفكر تعمل ايه. صاحبتنا قررت ان هي تنزل تشتغل، فراحت لمكان كانت هناك بتتعامل فيه كهانم، بيبيع ملابس وكده، واشتغلت في المكان اللي هناك ده. دخل بقى عليها صاحبتها اللي هم بيشتروا من نفس المكان ده، واللي انصدموا جدا من ان حالتها اتدهورت للطريقه دي. وهناك صاحب جوزها وبرضه في نفس الوقت كان جوز صاحبتها بيحاول يتحرش بيها، فسابت المكان وراحت باعت اليخت بتاع جوزها للمحامي بتاع جوزها برضه، اشترى منها بتمن قليل. وبعد كده قررت ان هي مش هتستسلم للفقر، وان هي هتبيع كل الممتلكات اللي موجوده، وبالفعل بعتهم كلهم علشان تسدد الاقساط بتاعه البنك بتاعته. طبعا يا صديقي لو وصلت معايا للنقطه ديت ما تنساش انك تعمل اشتراك ليا في القناه. صاحبتنا كان عندها اكتر من كده ان هي تستغله وان هي تبيعه، قررت تبيع حتى الملابس الداخليه بتاعتها لانها كانت مثيره وجايباها ماركات من ناحيه تانية، وعملت عرض وشو. بعد كده قررت بقى ان هي تبيع نفسها اخر سلعه ممكن تتباع، لان هي بنت جميله. راحت قابلت مع واحد من اصحاب جوزها او كمان كان جوز صاحبتها كمان، وقعدت بقى تغريه وهكذا وكل حاجه، وبتقول له ان هي محتاجه عقد بدل العقد اللي هي باعته، لان مراتك قالت ان هي عندها عقد وذلتني بالعقد بتاعها. فطبعا صاحبنا راح جاب لها احلى عقد شيك كده مش موجود بثمن غالي جدا جدا. بعد كده راحت قعدت عند صاحبتها، وبيدخل عليهم جوز صاحبتها وهم كلهم ملط. ايه الجمال ده؟ المهم بقى صاحبتنا او جوزها ده تاني يوم بالليل على طول بيجي لها هناك البيت، وقبل ما تخش بتقول لها انا بعت الجاكيت الفرو بتاعي وعايز اخد فرو جديد. فقال لها قشطه بس مقابل ايه؟ طبعا عرفنا كلنا مقابل ايه. سلمت له بقى البضاعه الاخيره اللي عندها، وبعد ما خلصت ما كانتش حاسه باي حاجه خالص، لان كل اللي في دماغها انا عايزه جاكيت الفرو الجديد مقابل الكلام ده. وبيجي لها جاكيت غالي جدا جدا، وصاحبتها بتقول لها الف مبروك على الجاكيت الغالي ده. ما تعرفش اصلا ان جوزها هو اللي جايبه لها، بتاخد الجاكيت بقى بتروح تبيعه. ما انا مش عايزه الجاكيت اصلا، انا عايزه فلوس. وراحت اشترت عربيه بقى وظبطت نفسها وحياتها، وقررت ان هي تستغل جمالها بقى اللي هو الخلاب اللي غاري كل الرجاله في ان هي ايه تكسب فلوس على قد ما تقدر علشان تقدر تعيش بنفس الحياه الاجتماعيه اللي موجوده. لكن برضو اصحابها كانوا زعلانين منها رغم ان هم عارفين ان هي بتعمل حاجه غلط، لحد ما جالها المحامي وعرف بكل اللي هي بتعمله. وقال لها انا هقول لك على حاجه، احنا هنعمل حفله يا نصيب، وكل واحد يشتري تذكره، وهنعمل قرعه، وكل التذكره ديت هيبقى الثمن بتاعها غالي جدا، وانت هتبقى الجايزه، يعني اللي هيكسب هو اللي هيحصل عليكي لمده 7 ايام. صاحبتنا وافقت بالفكره دي جدا وراحت حفله، وراحت بقى تقعد مع الرجاله والشباب وكده، بحيث ان هي تتباهى بجمالها لاقصى حد. الهانم قررت ان هي تبيع كل حاجه ممكن تتباع في رغم ان هي تكسب فلوس. الموضوع ده بدا ان هو ينتشر في سوق الناس النبيله واللي هم الناس الاغنياء وكده، وكلهم كانوا بيتكلموا عن الفكره ديت وبيقولوا مستحيل نعمل كده. لكن ادي اول واحد من اللي قال مستحيل قرر ان هو يعمل كده رغم ان هو دقها قبل كده بس برضه عجبه الطعم. بتروح بقى لحماتها، وحماتها بتبقى عيني بقى بتحاول تقنعها ان اللي بتعمله ده عيب، لكنها بترفضها لان حماتها سبب يعني رفضت ان هي تساعدها. بتروح بقى لحماها اللي كان بيعتبرها زي بنته، لكن لما بتحكي له كل حاجه هو بيعرف بيمسك الطوبه وبياكلها بالطوبه اللي هو يلا يا بقى من هنا يمشي يا برا يلا. ما عنده حق بصراحه. وصاحبتها بتعرف ان هي على علاقه بجوزها، فبتتضايق منها وبتقول لها ان هي مش عايزه تعرف واحده خسيسه نادله زيك تاني. فبتروح للمحامي بتاع جوزها بقى، وبتروح لاصحابهم الشغل، وبتروح اي واحد تعرفه، وبتقول له ان هي مستعده ان هي تبقى ليه هو بس هو يزايد عليها.
وبعد كده بتروح تستغل اخر حاجه ليها جمالها، وبتنزل الحفله بقى منظر خلاب بتخلي كل الرجاله حرفيا بصوا كده عينيهم على الحاجات دي يعني. المهم بقى بتيجي بقى للمحامي، واللي بيقول لها ان هو ضد الفكره دي، وان هو بيحبها من زمان، وان هو وان هو ممكن يغنيها عن كل ده ويتجوزها هو ويديها احلى فلوس هي عايزاها ويدفع كل الديون اللي عليها. مره واحده كده قبل ما تصدق بيطلع واحده كده من فوق عريانه، فبتقول له واضح فعلا، اعمل المزاد يروح امك ومالكش دعوه بيا. صاحبنا بقى كان يعني ما علينا بنيجي بقى لنقطه مهمه تانية. بتخبط شاب في العربيه واللي بيمثل ان هو تعبان، وطبعا بيتخبطوا قدام بيتها على طول علشان تدخله البيت بتاعها جوه. بعد كده بقى بيجي عشان يمشي فبيقع تاني. لا حنين يلا، واضح جت عليا بصراحه. بعد كده لما بيخف بتخرج معاه وبيخرج معاها، والاتنين بيخرجوا مع بعضيهم، وبتبقى صاحبتنا مبسوطه ان هي قضت يوم كده جميل، لانه كان مفهمها ان هو عينيه كلها حب ورومانسيه. وعند البيت بتاعها بيقول لها واضح انك جميله قوي. صاحبتنا دخلت جوه وكان عينيها كلها سعاده وفرحانه جدا مبسوطه جدا باللي حصل. لكن طبعا الشغل شغل، ودخلت تزوق نفسها مره تانية علشان عندها حفله بالليل. صاحبتنا قررت زي ما قلنا ان اي حاجه بجمالها هتستغله. راحت بقى بحفله موجوده في مكان تاني، وبدات ان هي تقعد مع الناس، لكن في نفس المكان ده كان موجود نفس الواد الجربوع. فلما الراجل اللي معاها خد باله قال لها انت تعرفي الاشكال العره دي منين؟ ازاي اصلا يدخل له حفله زي كده؟ بتقول له اللي هو صديق ليها. فالتاني جه قعد معاه وعمل نفسه بجح. فالتاني قال له انت حقير يا حيوان، ايه اللي قعدك هنا جنبينا؟ وبياخده بيروح. صاحبنا بقى بيعمل نفسه واقع تاني زي يعني بيضحك بيهزر معاها كده يعني. فخدته البيت عندها وراحت معاه جوه البيت. فاول ما دخلت على طول دخل معاها على طول هو كمان، وعمل لها واحد شاي بلبن على الضيق كده. وصاحبتنا كانت فرحانه بالمبسوط ده. لكن بقى جالها المحامي وقال لها ان في واحد كسب التذكره، وان هو موافق ان هو يقضي معاها 7 ايام. وجالها بقى الشخص ده اللي كان بيبص لها في اول الجنازه في اول الفيلم بتاعنا اللي احنا قلنا عينيه عليها، وقال لها ان هو مبسوط ان هو يعرفها، وبيقول لها دلوقتي خشي بقى غيري هدومك. صاحبتنا بتدخل جوه الاوضه فبتلاقي اصلا محضر لها فستان زفاف ما شاء الله عليه. صاحبنا بقى بتخرج له وهي كده عامله كده، فصاحبنا اصلا بيخاف منها لان هي كانت باينه عليها ان هي متضايقه جدا بقى. لكن بيعمل معاه واحد شاي بلبن وبتروح. فبتروح على طول فبتلاقي ان الولد ده برضو قاعد مع ابنها وبيلعب وبيهزر معاه. فبتقرر تكافئه وبتدي له واحد شاي بلبن بالليل هو كمان، وبتقول له اديني اللبن بتاعك. المهم يعني صاحبتنا كانت عارفه ان هو نصاب وبيضحك عليها وكل حاجه، لانها سمعت له مكالمه تليفون وقالت له انا عملت لك اللي انت عايزه اهو دلوقتي، وابعد عني يا نصاب يا ابن النصابه، لان انا عارفه انت مين. مفيش حب يبقى حقيقي خالص. وهو بيعترف لها بكل حاجه اللي هو كان طمعان في فلوسها. بعد كده بقى البوليس بيعرف القصه اللي هي عاملاها والكلام ده كله. فالبوليس بيبدا يعمل تحريات وبيروح للرجاله كل واحد في شغله هناك، لدرجه ان هم كلهم قرروا ان هم يتنازلوا عن الفلوس اللي هم دفعوها، ومقرر ان هي بس ما تجيبش سيره. والنيابه بقى بتستدعيها وبتروح للنيابه هناك وبتدي شهادتها وبتقول ان مفيش اي حاجه من دي حصلت، وان محدش يستغلني، وان انا ما عملتش الكلام ده خالص. والظابط بيقول لها انت متاكده يعني؟ فقالت له انا متاكده. بعد كده بقى بعد ما بنلخص الحوار ده بنلاقي ان هم بيحضروا كلهم حفل زفاف واحد من اللي كان معاهم اصحابهم هناك. بعد كده صاحبتنا بتقرر اللي هي تسيب البلد وتمشي، وبيروح لها الظابط، وبنعرف ان دي كانت خطه بينها وبين الظابط علشان تلم بفلوس، وان هي اصلا بتحب الظابط والظابط بيحبها. والظابط بيقول لها الف سلام عليكي، وان هو هيخلص شغله وهيحصله. وصاحبتنا بتاخد الفلوس وبتاخد ابنها وبتاخد الخدامه وبيسافروا بره خالص. وبكده ينتهي معانا ملخص الفيلم ده صديقي. لو عجبك الفيديو اوعى تنسى انك تعمل اشتراك ليا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله.